سنة 1345 وقعت مدينة كافا الساحلية تحت حصار الجيش المغولي. الناس جوه المدينة وقافلين الأبواب، متخوفين من المصير المجهول اللي بسبب حتمية الصدام والحرب الوشيكة. من سنتين بالظبط وقعوا تحت نفس الحصار المغولي، وكانت النتيجة هتكون كارثية لولا استقبالهم لإمدادات عن طريق ممر مائي من إيطاليا. كانوا المغول على غفلة منه، والقائد المغولي اللي فقد 15,000 جندي وقتها وانسحب ورجع لبلده ما عجبوش نهائياً اللي حصل، ورجع دلوقتي وهو عازم إن أهل مدينة كافا يدفعوا الثمن. عربية جر بيجرها خيل إنجليزي ضخم بحدوته العريضة، والعجل بيشق الطرق الطينية. السواق بينتهر ست عجوزة قطعت الطريق قدامه فجأة، ورغم كده كملت طريقها في لا مبالاة. القلق والخوف هو اللغة السائدة في المكان. صوت الباعة الجائلين بيعلن عن زيادات جديدة لأسعار البضاعة اللي زاد سعرها وأصبح غير منطقي بسبب الحصار. ما كانش فيه تلفزيون ولا انترنت طبعا وقتها عشان يتابعوا أخبار الحصار لحظة بلحظة، ولكنهم كانوا في دوامة من الشائعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا الأكاذيب اللي صادرة من الأحزاب اللي عينيها على السلطة. برغم من كده كانت الناس مالية الشوارع في همة ونشاط، متناسين الهم والمصيبة اللي واقفة على باب المدينة. وفي قلب الشارع وبدون أي مقدمات فجأة سقطت جثة من السماء واستقرت قدامه. الشارع كله اتجمد وكأن الزمن توقف عند اللحظة دي. في هدوء حذر ابتدى المرة يقربوا من الجثة ويتفحصوها. الجثة تقريبا انفجرت بسبب المسافة اللي وقعت منها، لكن اللي لاحظوه أكتر هي الدمامل اللي كانت منتشرة بوضوح على جسم الشخص ده. وقبل ما يفهموا إيه اللي حصل سمعوا صوت اقتطام جثة تانية وقعت على سقف أحد المنازل، وبعدها واحدة تالتة على مسافة مش بعيدة منهم. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هي السماء بتمطر جثث؟ وفجأة بقى الوضع جنوني. الجثث بقت تنزل عليهم من السماء زي نمطها. الستات قعدت تصرخ وهي بتشد أطفالها. المرة هربوا عشان يستخبوا جوه البيوت وهم بيراقبوا من شبابيكهم أمطار الموت. أمطار الموت اللي توالت بلا انقطاع لساعات طويلة لحد ما فجأة توقفت الجثث عن السقوط وساد الصمت. واحدة واحدة ابتدت الناس تخرج من البيوت، ابتدوا يقلبوا في الجثث. التوتر والضغط اللي كانوا فيه أدى لصدام ومشاجرات بينهم اللي انفضت على ايدي الجنود اللي جالهم أوامر انهم ياخدوا الجثث ويدفنوها برا المدينة. المغول دون أي مقدمات انسحبوا ورجعوا بلادهم. ما كانش عارفين ايه السبب ورا التصرف الغريب ده. ليه المغول يحطوا جثث جنودهم في منجنيق ويحدفوها عليهم من أعلى السور؟ لو الحرب انتهت بالبساطة دي يبقى القائد المغولي ده يا إما غريب الأطوار يا إما بيتصرف بغل طفولي وكأنه مش قادر يقتحم المدينة، فبيوصلوا رسالة إنه زعلان وبيرمي عليهم شوية جثث ويمشي ويسيبهم. وممرش وقت طويل قبل ما الأعراض ابتدت تظهر عليهم. إعياء شديد انتشر ما بينهم زي النار في الهشيم. ما كانش في بيت واحد يخلو من المرض المميت، ودمامل في حجم بيضة صغيرة ظهرت تحت الإبط وفي الأفخاذ، وحمى شديدة ونزيف من كل فتحات الجسم. بعدها الضحية بتموت. وقتها عرفوا أنهم اتعرضوا لأول حرب بيولوجية في التاريخ، وإن الجثث اللي اتحدفت عليهم دي كانت مصابة بمرض الطاعون. وفهموا ليه المغول مشوا فجأة بعد ما ابتلوهم بأسوأ وباء هيتعرضوا له في التاريخ. القائد المغولي انتصر باستخدام سلاح مفيش أي جيش مهما بلغت قوته
إنه يقف قدامه. وتجار مدينة جنوة اللي كانوا مستخبين من المغول في المدينة عملوا الغلطة اللي دايماً كانت السبب في انتشار أي وباء على مر التاريخ. ركبوا سفنهم وغادروا مدينة كافا محملين بالمرض عشان يبقوا الشرارة اللي هتنشر الوباء إلى باقي أنحاء القارة. ما يعرفوش أن اللحظة اللي قرروا فيها إنهم يسحبوا هلب السفينة ويشقوا المحيط مغادرين البلد 25 مليون شخص، أو ما يعادل 2/3 قارة أوروبا، هيبلعهم المرض الأسود ويفقدوا حياتهم. أنا أرميا إبراهيم، ودي أبواب الموت. الجندي العثماني بيتحرك في همة شايل رسالة خاصة من نابليون عشان يوصلها للحاكم العثماني عبد الله بيك. الحاكم العثماني بإيد مرتعشة قرأ الرسالة، ولما انتهى منها ما كانش قادر يداري قلقه الرهيب من فحواها. الرسالة كانت بتطلب منه إنه يسلم مدينة يافا اللي قعدلها 4 أيام تحت حصار الفرنجة. من أعلى سور المدينة المحصنة الحاكم كان شايف جحافل الفرنسيين خارج سور المدينة، وفي نفس الوقت بيبص الناحية التانية في حسرة لجنوده اللي عددهم من 2000 ل 4000 جندي. وحسب حسبته واكتشف إن العدد الضعيف ده حتماً هيطوله هزيمة نقراء لو فكر في الصدام مع الجيش الفرنسي ده، بالإضافة لمرض الطاعون اللي ابتدى يصيب الحامية بتاعته ويضعف مملكته. وفي الآخر قرر إنه يذعن لطلبات نابليون ويسلم المدينة ليه بدون حرب حقناً للدماء. وبالفعل دخل نابليون المدينة واستولى عليها بدون حرب. وبعد ما تمكن منها اتفاجئ الحاكم وأعوانه بالقرار الرهيب. شاف جنوده وهم بيتم عزلهم من السلاح وبيتم إعدامهم رمياً برصاص. وفي النهاية تم الحكم بالإعدام عليه هو شخصياً. نابليون نقض العهد وقتل بدم بارد كل سكان المدينة فيما يعرف تاريخياً بمذبحة يافا. نابليون كان شايف إن العدد الكبير ده من الأسرى صعب التحكم فيه، وممكن لو أطلق سراحهم إنهم يروحوا وينضموا لحامية عكا ضده، وده اللي ما كانش عاوزه تحت أي تمن. في المشهد اللي بعده نابليون بجنوده فاردين الحصار حوالين عكا. الأخبار عن مذبحة مدينة يافا اللي كان المفروض تبث الرعب في جنود عكا أتت بنتائج عكسية. الروح القتالية ارتفعت جدا بين الجنود. حاول نابليون في استماتة إنه يكسر حصار عكا بأي شكل لكنه فشل. وفي نفس الوقت ابتدى مرض الطاعون المميت ينتشر بين جنوده. كان شايف بعينه المرض الرهيب وهو بيحصد آلاف الموتى يوميا وهو عاجز عن فعل أي شيء. وسط كل الظروف دي قرر نابليون الانسحاب ورجوعه لمصر. وهناك وقبل ما يمشي بص لأسوار عكا الحصينة وقال جملته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاما لا لقاء بعده. Mes rêves se sont brisés sur tes murs, Oaka. Pas de réunion après ça. يمكن في تخبط تاريخي عن المكان اللي خرج منه مرض الطاعون، ولكن الرأي السائد هو أن المرض نشأ في قارة أفريقيا وانتشر منها إلى آسيا الصغرى، وساعد في انتشار المرض من الشرق للغرب طريق الحرير اللي كان بيسيطر عليه المغول
اللي أتاحوا عبور التجار داخل الإمبراطورية المغولية. وإن كان أهم طريقة لاحتواء المرض هو العزل والتباعد الاجتماعي، إلا أن اللي تم وقتها هو عكس كده تماما. أرقام اللي قضى نحبهم بسبب الوباء حول العالم بتقدر من 75 ل 200 مليون شخص. في أوروبا مثلا والبحر المتوسط وإيطاليا وجنوب فرنسا مات من 75 ل 80% من عدد السكان. في مصر 40% من عدد السكان ماتوا بمرض الطاعون. والصين برضو فقدت ثلث سكانها. مدن كاملة اتحولت لمدن أشباح بسبب المرض. الأطباء استخبوا جوه بيوتهم خايفين من بطش الأهالي، لأنهم ما كانوش قادرين يقدموا أي تفسير اللي بيحصل. وبسبب عدم وجود تفسير علمي ظهرت اجتهادات كتير، زي مثلا قناع الطاعون. القناع ده كان فيه زي منقار طويل شبه منقار الطائر بالظبط. المنقار ده كان مطعم من الداخل بخلطة من أكتر من 55 عشبة وعناصر تانية زي مسحوق من جلود الأفاعي السامة والقرفة والعسل. هما كانوا فاكرين إن الوباء بينتقل عن طريق الرائحة، وبالشكل ده الهواء لما يتشبع بروائح الخليط دي قبل ما يدخل لأنف أو رئة الشخص المرتدي للقناع ده بيجنبه المرض. والكارثة إنه ساد معتقد وقتها إن لو أنت اكتشفت إنك مصاب بالمرض وعاوز تتخلص منه، يبقى تروح تدور على أي حد سليم وتحضنه، وبكده المرض هيسيبك ويروح للشخص التاني. وبسبب المعتقد ده زاد انتشار الوباء بشكل مروع. الطاعون أو المرض الأسود أو الطاعون العظيم كلها مسميات أطلقت على المرض، والسبب الرئيسي للمرض هو بكتيريا اسمها إيرزينيا بيستس. البكتيريا دي بتنتقل عن طريق الفئران، تنمو جوه جسم الفار وبعدين تنتقل من الفئران للإنسان عن طريق البراغيث. وبسبب غياب ثقافة الاستحمام في معظم البلاد وقتها، كانت البراغيث هي البطل الرئيسي في القصة، يا إما عن طريق عضة الفار للإنسان مباشرة أو عن طريق الرذاذ من الشخص المصاب زي ما هنقول بعد كده. عشان نفهم البكتيريا دي بتتصرف إزاي لازم نعرف إن في 3 أنواع من الطاعون. أول نوع اسمه طاعون الغدد الليمفاوية أو الطاعون الدبلي بيوبونيك بليك، وده بيشكل حوالي 84% من نسب الإصابة. البرغوث بعد ما بيلدغ الفار المصاب وتنتقل البكتيريا ليه بيتسلل وسط ملابس الإنسان ويلدغه هو التاني، وبالتالي ينقل المرض. ومن مكان اللدغة تنتشر البكتيريا اللي بتوصل للغدد الليمفاوية في جسم الإنسان وتفرز سموم مميتة اسمها بيتا أندروجين بلوكرز. السموم دي هي اللي بتسبب المضاعفات ثم الموت. تاني نوع من الطاعون اسمه طاعون تلوث الدم سيبتيسيميك بليك، ومن اسمه فمكان انتشار البكتيريا المرضي بيكون في الدم، بتفرز سموم داخل الدم بتسبب تجلطات دموية، وفي نفس الوقت نزيف داخل الأوعية الدموية بيكون على شكل نزيف عام من كل فتحات الجسم، ونزيف تحت الجلد بيظهر في صورة بقع سودة اللي بتكون مميزة بالمرض. والشخص اللي بيتعرض للإصابة بالنوع ده لو ما خدش العلاج فوراً بيموت في نفس يوم ظهور الأعراض. أما تالت نوع مع إنه بيمثل نسبة لا تتجاوز 3%، إلا إنه أخطر نوع على الإطلاق، الطاعون الرئوي نيومونيك بليك، لأنه بجانب إنه ملوش علاج بيكون برضه السبب في انتشار العدوى عن طريق الرذاذ، ونسبة الوفيات بتوصل ل100%. الفهم الكامل لمرض الطاعون ومسبباته ما تمتش للأسف غير في العصر الحديث. عدم الكشف المبكر والتدخل السريع للعلاج بيؤدي للأسف إلى حتمية الوفاة. من ضمن المضادات الحيوية اللي بتساهم في العلاج بشكل ملحوظ
هي الدوكسيسايكلين، السيبروفلوكساسين، والجنتاميسين. وبحسن حظنا كل المضادات الحيوية دي متاحة دلوقتي. والتدخل بالعلاج لازم يتم في نفس يوم ظهور الأعراض. كورس العلاج بيستمر لمدة 7 أيام من تلقي المضادات الحيوية، لأنه لو ما تعالجش فوراً بتكون النتيجة الحتمية هي الموت. ربنا يعافينا ويعافيكم ويحمينا من أبواب الموت.